اكله من التراث من ايام جدود الجدود، من ايام ستي وستك. في التوفير تكسب، وفي الطعم برضو تكسب. كل الحاجات هتكسب هتكسب يعني هتكسب. يلا نعملها. يلا. معانا ربع كيلو فول مدشوش منقوع في ميه بتغلي لمده نص ساعه. الفول المدشوش اللي ما يعرفوش هو الفول بتاع البصاره وبتاع الطعميه. ده شكله بالظبط. ايه ده؟ هي بتنزل لبن؟ العصاره بتاعتها تحب إيه ده؟ احطها لك في عينك؟ انت عاوزه ايه مني؟ انت عاوزه ايه مني؟ انا كلمتك، دي حاجه حلوه. مضاد حيوي بقى. أيوة. لا انا خفيت، احطها لك انا في عينك، عينك بتحرقي. لا انت اللي مستغرب، انا كنت بقطع كتير. طول ما انا بقطع ليه؟ هو اللي بيقطع وصل بيجرى له ايه؟ انا افتكرتك بتحطي بجد. انت عبيط بقى. بصلايه هنقطعها مكعبات. مكعبات صغنونه بقى. بتعرفي تقطعي كده؟ ماما ما بتعرفش تقطع هات وانا هقول كده. اوعى. طب يلا. بس لا 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 لا، كده كده اساسا. بص ما هو انت كده هتعوري نفسك والله. بصي ما ينفعش تمسكيها كده. عشان اللي هو التحدي ان انا اقطع. لا ما هو التحدي انك ما تعوريش برضو. بتاعت مين انعم؟ هي بالانعم. التحدي بالاسرع يا حبيبتي مش بالانعم. ما انا ممكن اقطعها لك فتافيت. بصي ده منظر اهي اللي بتقول لك انعم. ما لقوش في الورد عيب. هو انت مش معترف ان انا بقطع اسهل منك؟ ايوه. طب البصله ايه؟ بقول لكم هيبلع لي. فحل على النار بقى. اعمل كده. فحل على النار هننزل بشويه زيت. بصل اللي قطعناها. اول ما توصل للون ده هننزل بقرن فلفل ومعلقه توم. وخلي بالكم ان قرن فلفل ده اجباري مش اختياري. واول ما التوم يتحمر ويوصل للون ده هننزل بكوبايه صلصه طماطم، او لو انتم مخزنين زينا ننزل بكيس صغير جدا. هننزل عليه بكوبايه ميه ونسيبه يتسبك. بعد ما الصلصه اتسبكت وبقت بالشكل ده هنصفي الفول ونبدا ننزل بيه. هننزل عليه بكوبايه ميه عشان يكمل سوا. هنخليهم كوبايتين ميه مش كوبايه واحده. هنغطيه ونقلبه كل 5 دقايق لحد ما يستوي. واول ما يغلي كام غلوه ويبقى داخل على السوا هننزل بمعلقتين شعريه. اول ما يوصل للشكل ده نبدا ننزل بالتوابل: كمون، ملح حسب ذوقكم، بابريكا، كزبره. بعد ما وصل للشكل ده ندفع عليه. يلا بقى ندوق عشان انتي بقى يعني في الفيديو ده معصباني. انت متعصب على طول. دوق سعيد. بصوا على فكره الاكله دي انا عن نفسي بقالي فتره طويله جدا ما عملتهاش. انا اول مره ادوقها في حياتي. حتى اللي فكرني بيها هي بنت خالي، يعني هي اتصلت بيا قالت لي في الاكله دي فاكراها. افتكرتها بقى. دوق بس كده وقول لي ايه رايك، عشان انت فعلا اول مره تدوق. يعني ماما دقيتها قبل كده، انا اول مره، فانا اللي هيبقى السعي، انا اللي هحكم. لازم تاكل معاها لفت بيتي لازم. ايه رايك فيها؟ هو انت ازاي ما عملتهاش من بدري؟ جميله جدا جدا. والله بجد لذيذه. جدا. لا انا الصراحه يعني توقعت ان فول بقى والشعريه ومش عارف هتبقى بايخه. قدموها بس مع لفت منزلي فلفل. هو انا مش متوقع خالص خالص خالص. هي محتاجه صلصه اكتر. بس دي انا قلت لك عليها. ايوه فانتوا شوفي قلت لك وانا ما اعرفها. تخيلي لو اعرفها. انتوا زودوا الصلصه اكتر والله هيبقى الطعم كمان احلى، رغم ان هي حلوه جدا والله. لا هي تحفه، وطعم الفول مش باين فول خالص. سيبك انت برضو اكلات الجدود دي مهما كان ليها، الاكلات دي احسن من الاكلات اللحمه والفراخ. لا مش احسن. طبعا مش هنكذب، بس هي تحفه، بس مش هنقول احسن من اللحمه والفراخ. مش لازم التغيير. لا لازم طبعا. وده التغيير. هي يعني ممكن تعملوا حله قد كده ما تكملش 60 جنيه ولا حاجه. جربوا هتعجبكم قوي. دمتم سليم.